مش قد الكلمه ما تقولهاش. انت عارف مثلا يعني ايه لما تقول لحد يا تخين وتكمل يومك عادي؟ بس انت بقى تعرف تاثير الكلمه بتاعتك دي عليه هي عامله ازاي. تعرف ممكن يكون الشخص ده روح البيت بس مسك نفسه قدامك على قد ما يقدر، بس روح البيت انهار. تصدق مثلا لما تيجي تقول لحد مثلا ما تخس دي، تعتقد ان هو يعني مستني نصيحه سعادتك؟ انت بتنصح بنصيحه، اكيد فاهمين دي، بس نصيحه تفرق. يعني ايه؟ يعني انت مثلا تيجي تقول لحد انت تخين، ممكن تقول لحد يا ابني ما تخس عشان صحتك. يعني it's not what you say it's how you say it. مش فرق انت بتقول له ايه، فرق انت بتقولها ازاي. انت عارف مثلا مشكله السمنه دي لوحدها بتبقى كفيله ان هي الواحد فعلا ينتحر. ليه؟ عشان مشكله السمنه دي مش مشكله اسبوعيه، مش مشكله شهريه، لا دي مشكله ساعتيه لما كانتش كل دقيقه. الواحد بيصحى من النوم يبص في المرايه، يا عم انا عامل ازاي؟ لا انا كده مش هخرج، انا كده مش هقابل حد. كل ده عشان ايه؟ مجرد بس كلمه انت قلتها وقلت عادي يا عم مش مشكله يعني. تخيل مثلا انت ماشي مع خطيبتك، وواحد مليان شويه ماشي مع خطيبته، وانت مثلا قمت باصص له وقمت قايل لها مثلا انت ايه اللي موقعك كده؟ انت عاجبك فيه ايه؟ تخيل كده تأثير الكلمة دي فعلا هيبقى عامل ازاي. تخيل كده الكلمة دي اصلا ممكن تنهي العلاقة دي. حاول تفكر كتير جدا 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 قبل ما تطلع الكلمة من بقك. ليه؟ علشان انت هتاخد ذنب الشخص ده احساسه اللي حسه في ساعتها او بعدها بسببك انت.